يا عمي انا لما جيت مع ابويا نطلب ايد بنتك ابتسال دخلنا البيت بالاصول، صح ولا انا غلطان؟ مظبوط يا ابني والله، بس استنى بس يا عمي، ولما حضرتك قلت لنا موافق قلنا طلباتكم ايه وبرضه بالاصول. مظبوط بالظبط. اللي حصل بقى ان ولما اتفقنا على كل حاجه عملنا شبكه بالاصول وخطوبه بالاصول وجبت لبنتك ايفون بالقسط وبرضه بالاصول. ماشي، كتر خيرك يا ابن الاصول والله، بس ايه بقى القايمه اللي عايز نمضي عليها دي؟ هي دي الاصول يا ابني كل حاجه غليت بعد الحرب. حرب ايه؟ هو انتوا عايشين في مضيق هرمز وهتيجي على ابتسال يعني؟ يا عمي حرام عليك، ده انا شاري 12 مساكه عشان لو واحده ضاعت التانيه تسد. ايه معالق مقاومه للنميمه دي؟ هي المعلقه هتعرف حماتي بتقول ايه في المطبخ؟ انت كده مش بتحب ابتسال. انا خايف المره الجايه تطلب مني رادار فوق التلاجة عشان يرصد لو ابتسال كانت حته بسبوسه ولا حاجه من ورايا. والله اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. يا عم الجواز موده ورحمه. الموده والرحمه دول سوفت وير، انما القايمه هي الهارد وير. انت عايز تشغل الهارد وتسيب السوفت. واضح ان البيت عندك بيتبني من خشب ونسينا الانسان. حلوه الجمله دي، اكتبها بقى في ظهر القايمه عشان تبقى تبديد مع سبق الارصاد والكنب. امضي يا منيل امضي. قايمة المنقولات دي أعظم اختراع في القرن ال21 بعد اختراع مكنة صنع الفشار بدون زيت، لأننا هنا بنتكلم على ورقة بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبتنتهي إنها لو ضاعت عمرك هيضيع ورا أسوار السجن في أبو زعبل. الموضوع كان زمان ضمان حق، دلوقتي بقى سلاح دمار شامل، يعني تبقى داخل ببدلتك عشان تكمل نص دينك تلاقي نفسك بتمضي على وصل أمانة لاستلام العروسة ومن غير تقسيط كمان. يبقى حماك حاطط على الفيسبوك من اكرم شابا اكرمه الله، تدخل عنده الصالون بس تلاقي الحاج حاطط قدامك ورقه طولها 3 متر ويقول لك اكتب يا ابني ورايا 48 فوطه قطن مطرز والمكنه اللي بتطلع بخار كثيف عشان الهدوم لو زعلت نصالحها. خلاص عرفنا المصريين بقى بيحولوا اي حاجه من ضمان لسلاح. التناقض الاجتماعي اللي سائد في المجتمع هو اللي بيفشل اي مشروع بتحاول تحققه. طبعا مشكله ان الجواز عندنا تحول من سكينه وموده لمشروع استراتيجي طويل الامد، الربح فيه ما بيظهرش غير لما المشروع بيفشل. يعني نفس الشخص اللي بيقول لك احنا بنشتري الراجل هو اللي بيمضيك على مسمار الخشب اللي في ظهر الدولاب، اللي هو انا مش واثق فيك بس بموت في دباديبك. تناقض يعني يخلي مارك زوكربيرج يقفل الفيسبوك ويسرح بعربيه بليله. احنا بقينا بنقيم سعر البني ادم بسعر البلاستيك، لو القايمه ب1,000,000 جنيه يبقى العريس ده لقطه ببراند عالمي وما صدقنا فيه، ولو القايمه بما يرضي الله يبقى العريس ده نصاب وهيهرب باللحاف. المفارقه بقى الكبيره لو حصل طلاق تلاقي خناقات عالميه على نجف العصفور. احنا الشعب الوحيد اصلا اللي بيبدا حياته الزوجيه باقرار السلام عهده. يا جماعة مفيش ورقة في العالم تجبر قليل الأصل إنه يبقى أصيل، ومفيش قايمة بتخلي اللي شبع كره يرجع يحب. إحنا بقينا بنفرش بيوتنا خشب وبنسكن فيها ناس من ورق، فاتقوا الله في الشباب المكافح واتقوا الله بطل في البنت اللي هتاخد حتة منها. يعني القايمة دي عبارة عن حبر لحفظ الحقوق مش سيف على رقبة المودة. لو بنتك غالية فغلاوتها من غلاوة الراجل اللي هيشيلها في عينه، مش في عدد أطقم السيراميك اللي هتتحبس في النيش لغاية ما تصدي. أنا أيام أشوفك يا تفشار يا عم.